في ناس لما تفشل اول حاجه بيعملوها يقول لك في مؤامره، او الناس بتحاربني، او انا ضحيه آه، حظ او ظروف. طب اسالك سؤال بسيط: لو مفيش مؤامره، او لو مفيش اسرار، او لو عرفت المشكله فيك، مش يمكن انت ساذج، او بتصدق بسرعه، او بتثق بزياده، او بتكرر نفس الغلطه كل مره؟ الدكتور عصام الخواجه، استاذ الطب النفسي في الولايات المتحده الامريكيه، الحقيقه قال كلام يعني انا معتقد تمام الاعتقاد انه صحيح بنسبه كبيره جدا. اولا هو بيقول لك يعني مفيش اسرار عميقه وراء ما يحدث لك. ربما انت غبي لا اكثر ولا اقل، او لا تشتكي كثيرا، ما تشتكيش كثيرا من ان الناس بتكذب وانهم بيخدعوك، فربما تكون انت قابل للانخداع بسهوله. وهذا قال لك الحياه قصيره وغير امنه وغير متوقعه، فما تسمحش لحد ان يسرق منك لحظات السعاده بتاعتك. بقول لك كمان من النضج ان انت ما تثقش في احد ثقه عمياء، ولا تعتمد على احد اعتمادا كاملا. دايما حط في حسبانك غدر البشر او غدر الحياه. بقول لك كمان اللي يقول لك الموضوع مش شخصي يبقى اكيد الموضوع شخصي جدا، او حد يقول لك حس المساله مساله مبدأ، برضه هيبقى في حته شخصيه. وحد يقول لك ما عنديش مشكله مع موزمبيق، يبقى عنده مشكله كبيره معاهم. الناس مهتمه بالفلوس، هيقول لك كده، اعرف على طول انه نفسه في الفلوس. او اي حد يقول لك مشكلتي ان انا طيب زياده عن اللزوم، هيبقى ليلتك سودة. هو اللي بيقول دكتور عصام هتبقى ليلتك سودة لو صدقته. كمان بيقول لك اي حد يمدحك زياده عن اللزوم خاف، لان ممكن ينقلب عليك قريب. يا هينقلب اللي بيمدحك زياده قوي ده هينقلب عليك. وبعدين يعني بيقول لك يعني اي حد يقول لك خلاص مش هعمل كده تاني، تاكد انه هيعيدها. هو الدكتور عصام الخواجه مش بيدعو للتشاؤم، بس هو بيقول لك يعني واجه الواقع. البشر ما مش دايما طيبين، ولا الحياه دايما يعني عادله او متوقعه. يعني بيقول لك عيش بعين مفتوحه.